السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلام دايما. النهاردة حلقة جديدة من برنامجكم اتعلم كمبيوتر. طيب، النهاردة هنقول ازاي نقدر نعمل باسورد لملف رار واحنا بنضغط ملف. فاكرين الحلقة اللي كنا اتكلمنا فيها عن ضغط الملفات وازاي تصغر حجم الملف لما بتيجي تضغط الملف عشان تنقله؟ جالنا سؤال، هو ازاي يا احمد اقدر اعمل باسورد للملف ده بحيث ان اي حد يقدر يفتحه يطلب منه الباسورد؟ الموضوع سهل وبسيط، يلا بينا نشوف ازاي نقدر نعمل باسورد لملف رار. اول حاجة بتيجي على الملف اللي انت عايز تضغطه، بتقف عليه كده وتدوس كليك يمين edit to archive. اول ما تدوس على edit تو اركايف بيفتح لك البيج ديت. تمام، بتختار set باسورد. طيب، بتسيت باسورد، بتدخل الباسورد بتاعك في الانتر باسورد هنا، وفي الري انتر باسورد تدخل الباسورد بتاعك. طيب، لو احنا مثلا انا كتبت الباسورد بتاعي مرتين، مرة هنا ومرة هنا، ديت بيقول لك لو انت عايز تشوف الباسورد اللي انت دخلته ايه فبتعلم عليها علامة صح. طيب، انكريبت الفايل نيمز يعني اخفي اسم الملفات. فانت لو عايز تعمله انكريبتد دي يعني شفره، شفر الملف او شفر الملف بحيث ان محدش يقدر يشوفه. فانا برضو هعمل له انكريبت غير لما يكتب الباسورد. فانا هعمل له انكريبت وكتبت الباسورد بتاعي وادوس على اوكي. برجع هنا بدوس على اوكي برضو، بلاقي ملف الرار اتعمل معايا. هاجي ادوس عليه علشان افتحه، هفتحه عن طريق الرار. طبعا الملف مش هيرضى يفتح معايا، هيقول لي انتر الباسورد. طيب، انا هحط الباسورد اللي انا عملته وادوس على اوكي وابدأ افك الضغط بتاعي باكستراكت 2. طيب، لو انا عندي دلوقتي دي اول حاجة. لو احنا عندنا برضو ان انا جيت عملت اكستراكت على طول، اكستراكت هير، مش هيرضى يفك معايا وهيجيب لي زي ما انتوا شايفين كده ادخل الباسورد. فانا ادخلت الباسورد بتاعي زي ما احنا شايفين كده، بدخل الباسورد بتاعي وادوس على اوكي. طيب، هو قال لي ان في ملف بنفس الاسم، فهدوس يس تو اول، وهو كده عمل فك للضغط بتاعي. اتمنى لو الفيديو عجبك ما تنساش تشترك بالقناة وتسيب لنا الكومنت الجميل، وما تنساش تدي لايك للفيديو. شكرا ليكم وشكرا لحسن استماعكم.